بسم الله الرحمن الرحيم. عندي لبن قطع، فاهو هنرميه. لا طبعا مش هنرميه، هنحتاج له ايه؟ هنحتاج عشان هنعمل منه حاجه ونستفيد بيه. هنعمل ايه؟ هنجيب كوبايه زيت ورشه ملح، هو ده اللي احنا هنحتاجه بس. ونجيب الخلاط بتاعنا ونحط شويه من اللبن اللي قطع. انا هعمل حبه حبه، ومعاها الزيت ومعاها رشه الملح. انا ما رضيتش افصل علشان اوريكم الخطوه قدامكم عملت ازاي. اهو شوفوا تقل ازاي، شايفين؟ اهو شوفوا، شايفين تقل ازاي معايا. هكمل بقيه اللتر بتاعي اللي هو قطع، وبعدين هنقول هنعمل ايه الخطوه اللي جايه. ودلوقتي انا ضربت كله، ودول اخر شويه اهو خلصتهم. هدلقهم هنا. شوفوا تقيل ازاي. طيب انتوا دلوقتي لو انتوا عايزين تستخدموه مثلا في حاجه تانية غير اللي انا هعملها دلوقتي، عايزين تستخدموها ككريمه، ممكن تعززيها بحته زبده مع الزيت، وممكن بدل الملح تحطي شويه سكر. دي هتستخدميها كريمه تعملي بيها الحلويات بتاعتك. غير كده بقى ممكن تحطي برضو مع الوصفه دي اللي هي فيها ملح، تحطي برضو حته زبده لتعزيز الطعم والسماكه بتاعتها يعني. فهي كده دلوقتي انا هحطها في التلاجة، هغطيها واحطها في التلاجة، وبعد ما تخرج هقول لكم، هوريكم شكلها طلعت عامله ازاي. كده بعد ما خرجت من التلاجة، بس انا ما قعدتهاش في التلاجة كتير الحقيقه، انا قعدتها حوالي يمكن اقل من نص ساعه، فانت ممكن لو قعدتيها اكتر هتمسك اكتر. كده اتعملت جبنه بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. وممكن كمان تعملوها كريمه للحلويات لو انتوا حطيتوا عليها بدل الملح سكر، وحطيتوا زبده عشان تدي طعم جميل. وكده اتعملت، ويا رب تعملوها وتبقى من ايديكم احلى طبعا، وبألف هنا وشفا ليكم بعد ما تعملوها. يا رب تكون عجبتكم.